ما يطلب القسط اليوم إلا الوطنجية. دخيل الله عليكم يا إخواني. يا إخواني الكرام، بثنا اليوم عبارة عن سؤال، وعندنا بعض الأدلة راح نعرضها للناس الآن حتى يعني نخزي العين وعلى أساس ما يكون لهم أي حجة. الآن إخواننا في اليمن يوم عدت من جنبهم عبارة، عدت كده بس عبارة، الصهاينة راحوا على طول شالوها وجمركوه وقالوا ربي ما في شيء يعدي من عندنا. حلو، وبيض الله وجيهكم أهل اليمن. حلوين. ثاني نقطة، إحنا اليوم عندنا في السعودية سامحين بالطيران الإسرائيلي أن يمر من فوق السعودية، سامحين إحنا بالطيران الإسرائيلي يمر من فوق السعودية. راح نعرض لكم بعض المقاطع لتخزي العين وعز جلال الله. إيش تبغوا أول مقطع؟ تبغوا أعطيكم نتنياهو ولا تبغوا أعطيكم كوشنر؟ خلينا نبدأ بنتنياهو. تخيلوا يا إخواني، شوفوا بالله، شوفوا البجاحة. نتنياهو رئيس إسرائيل منزل مقطع في حسابه، المقطع مترجمه هو بالعربي، يشكر السعودية على أنها سمحت بعبور الطيران. شوفوا هذا المقطع، خلنا نستمتع سوية. واضح عندكم إخواني؟ شوفوا هذا حساب نتنياهو، حساب نتنياهو الأساسي يا إخواني. شوفوا 2,700,000. نرجع للتغريدة. شوفوا أود التعبير عن بالغ تقديري لمعاملة السلطات السعودية الدافئة للمسافرين الإسرائيليين الذين مرت طائرتهم في أزمة فاضطرت للقيام بالهبوط الاضطراري في جدة. وش قال هنا؟ ويسعدني أن الجميع يعودون إلى بيوتهم سالمين. إني أثمن عاليا حسن الجوار. الله، لا أنت يا نتنياهو، أنت يا نتنياهو ما احتاج تتكلم عن حسن الجوار، فأنت فعلا يعني خير جار يعلم الله. طيب هذا الأول اللي هو رئيس إسرائيل، عشان بعدين يجينا واحد يقول ذول يريدون الفتنة ويسوي لنا أفلام. هذا رئيس إسرائيل. نجيكم الآن بمين يا إخواني؟ كوشنر، زوج بنت ترامب، وأكبر مستثمر في إسرائيل هو كوشنر، وطبعا مع محمد بن سلمان. وهذه إن شاء الله راح نخصص لها بث ثاني، وراح نوريكم كيف إنه محمد بن سلمان يعني يتاجر مع كوشنر في شركات في إسرائيل. شوفوا يا إخواني، هذا كوشنر. شوف ايش يقول: الأمير محمد بن سلمان سمح بمرور هذه الرحلة عبر الأجواء السعودية، ونود أن نتوجه بالشكر الجزيل على ذلك. اسمعوا. ولي العهد السعودي أيضا رحب وسمح بمرور هذه الرحلة عبر الأجواء السعودية، ونود أن نتوجه له بجزيل الشكر على ذلك. شفتوا يا إخواني؟ شفتوا سيف حبيبي؟ ايه واضح يا صالح. ايه، علشان لما يطلع معنا واحد يقول الله يبالله السعودية تسمح بالطيران الإسرائيلي، احنا اعطيناك كوشنر واعطيناك نتنياهو. ما في اتوقع اقوى من كذا. حلوين. الآن سؤال البث، ليش الحكومة السعودية ما منعت الطيران يعدي من فوق الأجواء؟ هذا سؤال بسيط ونبي نسمع الأجوبة. وليش اليمن أخذت السفينة؟ يعني ليه؟ هل أهل اليمن، أنا ما ودي أقولها بس يلا هات القستات يا سيف، يلا بسم الله. تفضل يا اي بي. سمعت السؤال ولا لا؟ أعرف السؤال وأعرف الخبر كامل. يلا جاوب. طيب، ولا هذه الطيارة اضطرارية أصلا نزلت في جدة؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني حتى الفلسطيني اللي هو فلسطيني من قلب غزة قال نشكر السعودية، ما سب السعودية، وانت سعودي تسب السعودية، فهذه مصيبة كبرى. حبيبي الله يرحم امك. الان خلك من الصيني وخلك من السعودي، جاوب على السؤال يرحم امك. اعرف السؤال. ليش اسمع، ليش محمد بن شولوم فاتح الطيران ومخلي الصهاينه رايحين جايين؟ تفضل. طيب سؤال وجيه لك يا اخوي. انزل تقلع. لا وقف. اللي ما يجاوب على طول يتقلع، ما فيها واحد اثنين. هات اللي بعده. أسأل سؤال. ما في سؤال يتجاوب بسؤال يا اي بي. اي شخص يجاوب وبعد كذا يسأل. بعدين من الفلسطيني ذا اللي قال نشكر السعودية؟ ما في، خليه يشوف الكومنت. ما في الا تسفيل في ولي امره. يا مؤيد تفضل. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. الله يبقيكم ويخليكم ان شاء الله.
تفضل حبيبي جاب السؤال. انا عندي تصحيح بسيط بس على السؤال اللي قلته. انا اعرف السؤال واعرف الاجابه. جاوب. طيب تفضل. تمام بجاوب بخصوص هذه قبل الحرب، قبل 7 اكتوبر ب3 شهور طياره اضطراريه نزلت على جده. اي استغاثه معروف دوليا، اي استغاثه طلب استغاثه تنزل طياره. بخصوص انه سمح طيارات وزي كذا، ما نسمح الطيارات حبيبي. مين قال هذه؟ انت قلتها؟ لا تضحك، اسمعني. متى نسمح؟ طيب شوف في برنامج يا اخواني اسمعوني. برنامج. هذا جاب نقطة حلوة. برنامج. شوفوا يا اخواني من اسرائيل، شوفوا هذه الطيارة تشوفوها زي كذا يا اخواني. شوفوا هذه في تاريخ كم؟ في تاريخ الاربعاء 16 نوفمبر، الاربعاء اللي قبل كم يوم. شوفوا يا اخواني الطيران من اسرائيل الين الامارات. تقدروا تشوفوه في ذا البرنامج اللي اعطيتكم اياه. حلوين؟ هذا بس عشان نرد على الكذاب ذا اللي يقول ان هذيك طياره اضطراريه وانه هذا الكلام. لا ثاني نقطه كوشنر طلع شكر